شو رايكم نرجع ننام؟ It's fantastic. إذا بتسمعوا الجيران حاطين أغاني، ما بعرف ليش حاطين أغاني الصبح. يلا نقوم نجهز حالنا. صباح الخير. يربن اليازيات تلجيني الزيات جانن تلجيني يا مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير مناح وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. بفيديو اليوم راح اخدكم معي للجامعة. يلا نبلش. اول ما اصحى الصبح بحاول ارتب الفراش عشان ما ارجع انام، لانه لما بشوفه مرتب خلص ما برجع انام. اذا انتوا بتركيا بنصحكم بهيدا المعطر، ريحته كتير حلوة بالفراش، يعني بكل اشي معطر لكل اشي ريحته بتجنن. افتح الشباك الصبح عشان الغرفة تتهوى شوي. هلا لما بصحى الصبح بصحى لصلاة الفجر، بس بعدين برجع انام لانه بيأذن شوية بدري، لهيك بيكون عندي وقت انه ارجع انام ساعة او ساعة ونص، وبعدين برجع بصحى للساعة 7 ونص. بقوم بغسل وبلبس وبجهز حالي للجامعة. حاليا عم ببتعد عن اي منتجات للبشرة، لانه يعني كتير تعبت بشرة وشي، ما عم بعرف أدارية، ما عم بعرف شو بعمل، لهيك مخليتها ترتاح. عم بستعمل بس ماء الورد وما في شي غيره. هلا أنا مو من الناس اللي بتحب تحط كتير ميك اب، بس إذا حطيت بحط أشياء خفيفة، وصراحة دوام الصبح بكون كتير عاجزة إني أضلني أحط أشياء، يعني بس بحط الأشياء المتعارف عليها، يعني واقي شمس، فونديشن، ايلاينر، ماسكارا وليبستيك، الاشياء يلي كل الناس بتحطها. بقولكن سر، صراحة ما بعرف يعني احط ميك اب كتير، بس هيدي الاشياء اللي انا بحطها. وبعديها برتب شنطة الجامعة، كل مين شو بيحب بياخد معه. هدول الاغراض يلي انا دايما يعني باخدن معي. رجاء لا تقولولي اني لوحدي بحتار الصبح شو بدي البس، بضلني صافنة هيك مقابل الخزانة. بعض المرات لما بيكون عندي دوام طويل طول اليوم بحب يعني اخد معي اشي لانش بوكس مثل ما بيسموه، اشي خفيف هيك بس عشان ما اضلني جوعانة طول اليوم. بنصحكم بهالساندويش كتير بجنن، بتحطوا فيه شو بتحبوا بتحطوا، يعني انا بحط جبنة وبعدين مرتديلا وخيار، يعني شو موجود بالبيت باخد معي. عشان دوامي طويل الصبح لازم قهوة عشان أصحصح، كمان عشان أخد طاقة بكمل اليوم. وهلأ جد كنت متأخرة يعني. انتو متخيلين انه اجيت ركض للدرس وبعدين اتأخر الأستاذ ما اجا؟ يلا حطي. Bunlar için çok teşekkür ederim. Ne için? Asıllık. Afiyet olsun. Rica ederim. İnşallah beğenirsiniz. Karışık güzel, hoşuna gider mi?
حاسة حالي ضايعة بينهم. عم يحكوا كتير كتير وأنا مش قادرة أستوعب إشي. فكرت انه درسي راح يخلص بسهولة وهيك وبروح للبيت ارتاح. قالت لي الهجة تعالي تعالي اعطيكي كتاب عشان تقرأيه وبيكون واجب للاسبوع الجاي. اخذ هو يعني حيساعدني بالواجب يعني. يلا عالبيت. راح اشيل الميك اب بعدين اتوضى لصلي. شو فاتني؟ راح تسألوني ليش ما صليت بالجامعة. صراحة مو ما بحب، بس بكون مرتاحة أكتر بالبيت، لهيك بفضل إنه لما أرجع على البيت بتوضى وبصلي. لأنه اليوم كان دوامي كتير طويل، فلما رجعت على البيت مباشرة حضرت شي للعشاء، تعشيت وقلت يعني ما رح أراجع اليوم، يعني ما رح أعمل مراجعة للدروس، بس اليوم حتفرج للمسلسل. حتستغربوا صرت اتفرج تركي. هلا بتفرج من زمان بس ما كنت بشارككم هالاشي. هلا عشان يعني امارس اللغة التركية اكثر، فلهيك عم بتفرج لمسلسلات. هذا المسلسل كتير حلو، كتير حبيت قصته، لهيك عم بتابعه. وبس هيك يكون خلص يومي بعد عناء طويل. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.